ده تليفوني الجديد. انا عشت 3 شهور مع التليفون ده، كانوا احلى 3 شهور في حياتي، مش ببالغ عشان اقول لك امسك تليفون بزراير وما تستعملش السوشيال ميديا عارف انت. بس بجد دي احلى حاجه ممكن تعملها. على الاقل جرب التجربه دي، جرب. عارف انت محتاج تجرب حاجات كتير، ما تتريقش على حاجه قبل ما تجربها. كنت بتريق على الناس اللي هم ايه ده، ازاي ما بياخدوش سكر ومش عارف ايه، والسكر بيساعد على التركيز. جربت قطعت سكر، لقيت دماغي بقت صافيه. السوشيال ميديا وما ينفعش انت تستغنى عن السوشيال ميديا خالص في حياتك وبتاع. بس احسن حاجه في العالم ان انت تبعد عن السوشيال ميديا. والدقن دي فرض، وانت كراجل المفروض ما تحلقش دقنك مش عارف ايه وبتاع. ازاي يا جدعان، الدقن دي سنه، ايه اللي خلى الدقن فرض يعني؟ بس احنا ما بحثناش، فاهم يعني. احنا عموما واخدين على ان في حاجه معينه هي مسلم بيها في حياتنا. انا مثلا كنت متخيل طول عمري ان الدقن دي سنه. انا ما كنتش بقول ان هي مش سنه، انا كنت عارف ان هي سنه، بس هو ده الكلام اللي كنت بسمعه من اهلي واصحابي وجيراني ومش عارف ايه وبتاع. هي دي البيئه اللي حواليا او حاتلي بكده. بس لما بحثت لقيت ان يعني الف باء، او يعني رقم واحد كده، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، دي فطره. دي من سنن الفطره. بعيدا عن ده بتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك كمسلم: ارخوا اللحى وفروا اللحى، قصوا الشوارب وارخوا اللحى. لقيت ان اجماع العلماء كله على ان الدقن دي فرض. طب الناس اللي حواليا دي كلها اللي اجمعت على ان الدقن دي سنه. فاهم؟ انا بضرب لك مثال بسيط، ما بلخصش الدين في الدقن او في الصوره، لكن الصوره جزء من الدين، جزء لا يتجزأ من الدين، وبيأثر بشكل كبير. انا مثلا لما بحس ان دقني خلاص هي دقن المسلم، بستحي ان انا اعمل معاصي كتير. بتفكرني بهويتي دايما. لما اجي ابص في المرايه او لما احط ايدي على وشي الاقي ان انا عندي دقن، افتكر انا سايب الدقن دي ليه؟ عشان انا مسلم، والرسول عليه الصلاه والسلام قال لي سيب دقنك. والمفروض ان المسلم ما يعملش الحاجات الغلط اللي انا بعملها، او ما يكونش موجود في المكان الغلط اللي انا موجود فيه. فتلقائيا بستحي. تعرف، حتى لو انا ببقى ضعيف قصاد الحاجه الغلط او المعصيه اللي انا اعملها، بس ببقى خايف على صوره المسلم وخايف على صوره الدين. اعتقد كلنا عندنا اجماع على ان احنا خايفين على صوره دين. نفس الحوار مثلا لما بكون لابس جلابيه او لما بكون لابس طاقيه، وش بغض بصري بقى، اللي هو غض البصر المظبوط، مش غض البصر اللي اي كلام، اللي هو شويه كده وشويه كده، شويه من فوق وشويه من تحت، والنظره الاولى اللي هي عارف انت. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب، تكون بخير يا اخي. انا بقالي كتير بحاول اوصلك، وحتى رقمك مغلق دايما. فيعني لو انت بتفتح موبايلك في ميعاد معين عرفني، وانا يعني هكلمك فيه ان شاء الله. والله بس ما فيش حاجه، انا مش محتاج حاجه. انا عايز اطمن عليك، اشوف اخبارك ايه، اشوفك فين، اشوفك بتحضر الدروس ولا لا، دنيتك عامله ايه. عايز اشوفك واطمن عليك يعني اصل انت جيت فجاه اختفيت كده. بحاول اوصل لك بكافه الطرق، مش عارف اوصل لك. بص انا متفاهم، الواحد ساعات كده بيكون عنده ظروف، او ساعات الواحد اصلا نفسه بيكون عايز يبعد عن كل حاجه كده ويخلو بنفسه شويه. فانا متفاهم ده، بس يعني على الاقل عرفنا، فاهم يعني. قول انا عندي ظروف، انا محتاجه اكون لوحدي، انا محتاجه اركز في حاجه فلانيه، فاهم؟ ده ما فيش منه اي مشكله خالص. عموما ما فيش اي مشكله يا اخي، احنا يهمنا بس ان انت تكون بخير. برضه يعني مش سهله خالص اليومين دول الواحد يعمل صحبه صالحه بسهوله. يعني الواحد ما بيصدق يلاقي صحبه صالحه زيك كده. يعني حسابك كذلك والله حسيبك. ظاهر منك وما شفناش منك غير كل خير. نتمنى ان صحبتك دي تدوم والله. اتمنى ان احنا نطمن عليك ونشجع بعض كده دايما على طاعه الله يعني. وبس يعني. بقول لي انت بتفتح موبايلك امتى؟ السلام عليكم. الماده الجايه تقيلة بشكل مش طبيعي، بس هو الامتحان اونلاين يعني بابل كده، MCQ وترو فولس والحاجات دي. بس المادة تقيلة جدا، صعبة ورخمة، وانا ما كنتش بذاكرها من اول الترم. بس وبعدين يعني هفكس لكل حاجة ومش هذاكر. النهاردة الخميس، امتحان الحد، انا كنت فاكر ان السبت، بس كويس يعني. لو اليوم النهاردة فكس على الاخر فانا عندي جمعة وسبت، بس لازم النهاردة اخلص على الاقل تلت المادة مثلا. الشاب ده من اجمل الشباب اللي انا عرفتهم، عنده صدق وطيبه طبيعيه جدا. فكان مش من السهل عليا خلاص ان انا اخسره، مع ان ما حصلش اي موقف او اي زعل ما بيننا. بس هو اختفى فجاه. حتى هو كان شايل موبايل زي ده، وما كانش بيشيله كمان يعني، كان بيسيبه في البيت. فيعني عنده حرص على الوقت، حرص على العباده. لا ازكيه، بس انتوا ما تعرفوش اسمه. هو ممكن ما يكونش عارف ان انا بتكلم عنه، او ممكن ما يكونش بيتفرج على الفلوجز دي اصلا.
بس يعني كان عنده، احسبه ان هو كان عنده اخلاص مع ربنا سبحانه وتعالى، كان عنده تقدير. يعني لما كنت بكلمه اقول له مثلا انا مشغول، انا بذاكر، انا عندي كذا، انا عندي كذا، متقبل جدا فكره ان انا مشغول او فكره ان في حاجه في حياتي. كنا بنروح نحفظ قران سوا، كان بيجي يستناني تحت البيت لحد اذان العشاء لحد ما انزل، لانه ما كانش معاه موبايل يكلمني يقول لي انا تحت البيت. كنا لو هنتقابل يسالني يقول لي انا مثلا هقابلك او هشوفك او هنروح نصلي او هنروح نعمل، انت فاضي، انت مش فاضي، انت عندك حاجه. انا بحترم جدا الناس اللي عندها تقدير لفكره ان انا عندي حياه، لفكره ان انا عادي اقول لا او اعتذر. انا بحترم جدا الناس دي، انا بحاول حتى اكون من الناس دي. عموما مش هتلاقي شخص ناجح او شخص بيحاول يسعى للنجاح في حياته الا هتلاقيه مشغول، الا هتلاقيه شاغل كل دقيقه وكل ساعه في يومه. الوقت اللي انا بكون شاغل فيه يومي كله بحاجات معينه اعملها، بحس ان كل حاجه حلوه، بحس ان انا الى حد ما اتوفقت ان انا اقرب خطوه لربنا سبحانه وتعالى، اذاكر شويه، ان انا اعمل حاجه لامي، ان انا اكلم ابويا، اساعد حد في حاجه معينه، ان انا اذاكر. الوقت اللي انا بكون قاعد فيه فاضي وما عنديش اي حاجه اعملها وسايب الدنيا تضرب تقلب زي ما بيقول، بحس ان كل حاجه بايظه، بحس ان انا شخص فكسان، الحياه عماله تاخدني وتوديني وتجيبني وانا محلك سر. عموما ما تاخدش كلامي على محمل ان انت تبقى مشغول دايما والتعب ومش عارف ايه وبتاع، وما ينفعش ان انت تقابل صحابك، وما ينفعش ان انت تقعد مع اهلك وتخرج معاهم، وما ينفعش ان انت تقضي لهم مصالحهم والحاجات دي كلها. انا بتكلم في ان انت تكون شخص متوسط او تحاول ان انت توسطن الامور. بس فكرة ان انت متاح في كل وقت فكرة غير منصفة بالمرة.